تخيل معايا لو في عوالم تانية غير عالمنا، عوالم فيها عدد كبير جدا من كواكب الأرض وعوالم فيها نسخ منها. نبدأ بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. والعلماء بيقولوا إن كوننا ابتدى من أكتر من 13 مليار سنة، بس هل ده الكون الوحيد ولا في أكوان تانية؟ العلماء بيقولوا إن الزمان والمكان عبارة عن إنهم جوه نسيج رباعي، ولو النسيج ده ملوش آخر يبقى في احتمال كبير يكون في عوالم تانية حوالينا. الغريب إن الجسيمات ليها طرق محدودة إنها تتجمع، يعني قصدهم في وقت ما الأحداث هتبدأ تتكرر، وبكده يكون في نسخة منك عايشة دلوقتي في كون موازي. والعلماء في ولاية تينسي، ودي ولاية في أمريكا، بيعملوا تجربة غريبة جدا هدفها إن هم يعرفوا إذا كان في عوالم تانية ولا لأ، يعني عالم موازي شبه عالمنا بالظبط. وبيعملوا ده إزاي؟ بياخدوا نيوترونات، ودي عبارة عن جسيمات صغيرة جدا موجودة جوه الذرة، وبيضربوها في جدار معين. الفكرة إن لو النيوترونات دي اختفت أو عدت الجدار يبقى ممكن تكون راحت لعالم تاني. الحاجة الغريبة إن العلماء اكتشفوا إن النيوترونات دي لما تكون في حزمة بتعيش 14 دقيقة 48 ثانية قبل ما تختفي. واللي مش فاهم يعني إيه حزمة، باختصار شديد عبارة عن جهاز بيولد نيوترونات زي مفاعل نووي كده صغير، وبيخلوها تمشي في خط مستقيم كأنها شعاع ضوء، لكن لما يحطوها جوه ازازة معمل بتموت اسرع ب 10 ثواني. طب ليه الفرق ده موجود؟ هو دلوقتي في احتمالين، يا اما في غلط في التجربة، يا اما فعلا في جزء من النيوترونات بيهرب لعالم موازي. بس طبعا النظرية الاولى هي الاصح. يعني باختصار العلماء مش بيحاولوا يفتحوا بوابة سحرية، بس بيحاولوا يكتشفوا هل قوانين الفيزياء بتسمح بوجود عالم تاني بس مش بنقدر نشوفه. لان الكون بتاعنا فيه عدد لا نهائي من الجسيمات، وعلشان يكون في نسخة مطابقة متكررة بيبقى مستحيل تقريبا. احنا كل الكلام اللي اتكلمناه ده واكننا في المعمل. طب لو هنتكلم بقى واكننا في الفضاء، هنلاحظ اكبر حاجه في الفضاء ايه هي غير الشمس؟ هنلاقي ماده سوداء كبيره جدا، ودي حاجه يعتبر مش شايفينها الا من بره، لكنها قويه كفايه انها تمسك المجرات من غير ما تتفك. بس تعرف ان العلماء بيقولوا ان حتى لو فتحنا بوابه هتكون صغيره جدا ومش هتشوف اي حاجه بعينيك، ولو حبيت تدخل لازم تصغر لحجم الذره. بس في نظريه غريبه جدا اسمها الكون الكوناتي المتعدد، يعني ان كل لحظه وكل اختيار وكل احتمال ممكن يحصل بيخلق كون جديد. مثلا انت دلوقتي محتار تشرب شاي ولا قهوه، في كون اخترت تشرب الشاي وفي كون التاني اخترت تشرب القهوه. هم قصدهم من الفكره دي ان كل احتمال بيحصل في كون مختلف، وكل كون في نسخه منك بتعيش نتيجه مختلفه. وده طبعا كلام النظريه، وبرضه لو عايز تتاكد ادخل ودور هتلاقي الكلام ده موجود. واذا كنت انا مقتنع او مش مقتنع، انا عباره عن بنقل كل حاجه غريبه بتحصل. نكمل النظريه دي طالعه من تفسير اسمه العوالم المتعدده في ميكانيكا الكم، وده فرع من فروع الفيزياء بيتعامل مع العالم المجهري زي الالكترونيات والنيوترونات اللي بتتصرف بطريقه غريبه جدا ومش منطقيه بالنسبه لعالمنا الكبير. في ميكانيكا الكم الجسيم ممكن يكون في اكتر من حاله في نفس الوقت، زي انه يكون هنا وهناك والاتنين مع بعض، ولما بنلاحظه بيختار حاجه واحده من الحالات دي زي هنا او هناك، ولو اختار هنا يبقى حاله هناك هي رقم 2 وبتكون في اكوان تانية. وده طبعا كلام النظريه. بس هي الحكايه دي اصلا بدات ازاي؟ بدات الحكايه في اوائل القرن العشرين لما اينشتاين وبلانك وغيرهم من العلماء اجتمعوا علشان يطوروا نظريه ميكانيكا الكم. وفعلا النظريه اشتغلت بشكل عبقري، ولما اتعاملوا مع الضوء كقوسين وموجه في نفس الوقت مشاكل فيزيائيه كبيره اتفسرت. بس كان وقتها في لغز محير الكل. في الفيزياء الكلاسيكيه كل حاجه ليها قيمه محدده وواضحه زي مكانك، سرعتك، وزنك، لكن في ميكانيكا الكم القيمه دي بتظهر كاحتمالات. الفيزيائيين ساعتها بيستخدموا حاجه اسمها داله الموجه علشان يحسبوا احتماليه كل نتيجه، يعني ممكن تبقى هنا 25 وهنا 25 وهناك 50 مثلا. لكن في علماء تانيين قالوا لما حد يراقب النظام او داله الموجه بتنهار او بتستقر على نتيجه واحده. طب ازاي بنشوف نتيجه واحده بس لو الانهيار مش حقيقي وكل الاحتمالات بتحصل؟ وليه احنا دايما بنشوف نتيجه
نتيجة واحدة بس في الواقع. خلونا نرجع لورا شوية في السبعينيات، والعلماء اكتشفوا حاجة اسمها فك التماثل. يعني ايه؟ النظام الكوناتي وهو لوحده بعيد عن اي تأثير خارجي بيبقى واضح وسهل توصفه بالاحتمالات، لكن اول ما يبدأ يتفاعل مع البيئة حواليه بيحصل تشابك معقد، وده بيخلي كل نتيجة تتحبس في كون منفصل لوحدها، واحنا بالتالي ما بنشوفش غير النتيجة اللي في الكون اللي احنا عايشين فيه. ببساطة الكون مش بيختار نتيجة واحدة، هو بيعمل كل الاحتمالات مرة واحدة بس في عوالم مختلفة. فاينشتاين ما كانش عاجبه الكلام ده، لانه مقتنع ان كل حاجة لازم يكون ليها سبب محدد وواقعي مش مجرد احتمالات. وهنا برضو العالم إيرفين حب يبين غموض النظرية. فتخيل في حاجة معينة في صندوق، والصندوق ده جواه جهاز ممكن يقتل الحاجة دي، وطالما ان الصندوق مقفول يبقى كده في احتمالين، وهما يا تكون الحاجة دي يا عايشة يا ميتة. لكن اول ما يتفتح الصندوق هنا بيبان اذا كانت هي عايشة او ميتة. بس خلي بالك برضو ميكانيكا الكم اثبتت انها ادق نظرية علمية في التاريخ، وبسبب وجودها بقى عندنا النهاردة الكمبيوتر والتليفون واللابتوب واي حاجة الكترونية. يعني النظرية دي غريبة بس برضو بتشتغل صح. وكمان ظهر حاجة اسمها الحوسبة الكونيتية. يعني ايه؟ دلوقتي الكمبيوتر العادي اللي بنستخدمه زي اللابتوب او الموبايل بيشتغل بلغة اسمها البت، وكل بت بيبقى يا صفر يا واحد، وده اللي بيخلي الكمبيوتر العادي يمشي خطوة بخطوة في الحسابات عموما. لكن بقى الكمبيوتر الكوناتي بيستخدم حاجة اسمها كيوبيت بدل البت. الكيوبيت بقى ممكن يكون صفر وواحد في نفس الوقت، وده بسبب ظاهرة اسمها التراكم الكوناتي. يعني الكمبيوتر الكوناتي يقدر يعمل ملايين العمليات الحسابية في نفس الوقت، في حين ان الكمبيوتر العادي لازم يعملها واحدة واحدة. وفي برضه فيزيائي اسمه ديفيد قال ان العمليات اللي الكمبيوتر الكوناتي بيحسبها ممكن تكون بتحصل فعلا في اكوان موازية، لانه بيجرب كل الاحتمالات. باختصار كده قصد الكمبيوتر الكوناتي مش بس اسرع، ممكن يكون اول جهاز في التاريخ بيتعامل فعلا مع الاكوان الموازية من غير ما نحس. وندخل على اغرب نظرية شفتها عن الموضوع ده، وهي الخلود الكوناتي. يعني ايه؟ احنا قلنا قبل كده ان نظرية العوالم المتعددة بتقول كل ما يحصل موقف في احتمالات، والكون بيتفرع لاكوان كتير، وكل احتمال بيحصل في كون لوحده. النظريه دي بقى بتقول ايه؟ علشان في عتا في النظريه دي، بتقول لك لو في شخص مثلا حصل له حادثه او مات، جسمه بيكون مات لكن وعيه بيكون لسه موجود في نسخه تانية من اكوان تانية. وبيقولوا ان حتى هيو ايفرت نفسه اللي اخترع نظريه العوالم المتعدده كان مقتنع بفكره ان وعيه عمره ما هيموت، لان كل مره وعيه هيتنقل لكون تاني او العالم اللي لسه عايش فيه. وطبعا دي مش نظرية علمية مؤكدة، لكنها جاية من نظرية ميكانيكا الكم. وحابب افكرك ان انا بتكلم عن كل حاجة غريبة اذا كانت منطقية او مش منطقية. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص. ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب، ولو في حاجة غريبة عايزين نتكلم عنها اكتبوها لي في التعليقات. اشوفكم على خير، سلام.